السلام عليكم، ازيكم اغلى واجمل مشاهدين في الدنيا كلها. النهارده ان شاء الله هاخدكم في جوله في مركز الشامل. في ملابس شتويه جميله جدا، ملابس خروج سيدات وانسات. بس صراحه الاسعار غاليه شويه، يعني تيشيرت زي دوت كان بحاجه وتمانين وحاجه وتمانين وتسعين وحاجه وسبعين، حاجات زي كده يعني. مش عارفه، اللبس الشتوي نازل صراحه غالي وجواكت، بس اذواق معقوله وكويسه. في يعني في حدود 60، في حاجات 50، حاجة وخمسين، بس يعني مش برضو الأسعار ما شاء الله عالية عن كل سنة. زي ما انتم شايفين، بس الأذواق حلوة، في منها حاجات صراحة جميلة زي ما انتم شايفين كده. دي كانت بحاجة وسبعين تقريبا. والجواكت جلد برضو بناتي، أنساتي يعني قصدي، جميل جدا. ده كان ب79. وفي بعض الاشكال من الجواكت الجلد طالعه موضه للبنات، جميله جدا. وبعض القطن الخروج زي ما انتم شايفين كده. دي الجواكت اللي هي القط اللي بتتلبس كده تحتيها بلوزات للبنات، حاجات جميله جدا وهي موديلات حلوه قوي. انا قلت اجيب لكم الاشكال عشان والازواج عشان تعرفوا حتى موضه الشتاء السنه دي عامله ازاي. والاشكال بتاعتها ده يعني جزء بسيط من الحاجات اللي كانت موجوده، وفي عنده حاجات جميله جدا، بلايز جميله قوي زي ما انتم شايفين اهو. ده كده كله قسم الخروج زي ما انتم شايفين. حاجات صراحه هتعجبكم جدا جدا. دي كده البلوزه دي جميله جدا لان الكم كان منها فيها دوت. وكانت تقريبا بحاجه وسبعين. واشكال حلوه قوي. زي ما انتم شايفين كده، واللي هو السويت شيرت والمناطيل الجينز طالعه اللي عليها اللولي زي ما انتم شايفين، جميله جدا جدا، بس برضو اسعارها عاليه شويه. يعني حاجه وتسعين، مية وحاجه كده بالمنظر دوت. آه، زي ما انتم برضو تشكيله بلوزات شتوي متنوعه، معقول الاسعار بتاعتها معقوله من حاجه وستين قلنا لحاجه وسبعين. وفي المناطيل طبعا زي ما انتم عارفين الاشكال المتنوعه بتاعتها. ده كان بحاجه وسبعين، مفيهوش اي حاجه. وفي منطلون تاني زي ما انتم شايفين كده، دوت كان يعني لحد الركبه مقفول وبعد الركبه مفتوح من الجنب. انا تعمدت ان انا ادخل ايدي جواه عشان اعرف اذا كان مفتوح ولا لا. لقيته من عند الركبه مقفول وبعد كده مفتوح من بعد الركبه. كله فيونكات، هو شكله حلو قوي، بس لو كان مقفول كله كان هيبقى احلى واحلى زي ما انتم شايفين كده. والمقطع برضو طالع موضه للبنات، في منه المقطع باين وفي المقطع مش باين. وفي قسم بقى برضو اللي هو البيجامات والرواب والجلاليب الشتوي، عندهم تشكيلة جميلة يعني جدا ثلاثة جدا ستات، وأسعارهم برضو رجالي ستات. يعني معقولة شوية. وبس أنا حاسة إن هي عالية عن السنة اللي فاتت، أو تقريبا معقولة. البيجامات برضو زي ما انتم شايفين، تشكيل البيجامات في القطيفة وفي المهير وفي الجلاليب زي ما انتم شايفين كده، أشكال وأنواع. أنساتي ومداماتي. وفي المقاسات الكبيرة برضو عندهم مقاسات كبيرة حلوة قوي. دي كده لها جيوب عشان تبقى جميلة جدا في اللبس. برضو رجعنا تاني اللي هو قسم الخروج، عندهم حاجات سواريهات صراحة جميلة جدا جدا واسعارها معقولة برضو زي ما انتم شايفين كده. البلوزات اللي هي السواريهات دي كده الشتوي، بلوزات بالمنظر دوت. الافكار اللي هي زي بتاعة رمضان، تشكيلة كبيرة جدا. يعني دي كده استهوتني، قلت اقف اشوفها، لقيتها بحاجة وسبعين، ما فيهاش اي حاجة خالص. طالع موضة ان هي تكون مشرشبة كده من استنى تحت بس. زي البنطلون المقطع. دي كده البيجامات، قسم البيجامات زي ما انتم شايفين. في القطيفة من بره ومن جوه مهير. في اشكال كبيرة جدا جدا من البيجامات، تبدأ من تقريبا من حاجة وخمسين لحد حاجة وتمانين. وفي بيجامة بمية وتلاتين، مية تسعة وعشرين، اللي هي بتبقى التلات قطع. يعني صراحة في تشكيلة جميلة جدا جدا من البيجامات وهوريها لكم وان شاء الله تعجبكم. في منها زي ما انا قلت لكم قبل كده المقاسات الجامبو، سواء في البيجامات او الجلاليب البيتي. تشكيلة بيجامات بناتي حلو قوي، اللي هي انا قصدي على الانسات اللي هي تبدأ من سن بالظبط 13 14 سنة كده وانتوا طالعين لفوق.
ان احنا في القسم الحريمي. يا رب كده بس الفيديو يعجبكم والأذواق تكون باينة. حبيت بس انوع عليكم واوريكم الاشكال بتاعتها هتبقى يعني تبقى عامله ازاي عشان تاخدوا فكره. وفي طبعا قسم مخفض فوق بالنسبه للاطفال. البيجامات دي برضو مشيتها حلوه قوي وعجبتني جدا جدا، واسعارها حلوه يعني حوالي حاجه و60، معقوله يعتبر. دي كانت بحاجه و70 او حاجه و80، حاجه و80 لانها قطيفه جميله جدا برضو زي ما انتم شايفين بالمنظر دوت. في منها اشكال كتير. دي كانت بحاجه و60. دي الجليب اللي انا قلتلكم عليها اللي هي الحريمي. تشكيلة بيجامات حريمي صراحة جميلة جدا، عجبتني جدا جدا. وعندهم برضو ارواب. دي كده الروب الشتوي باشكال جميلة وخامات رائعة صراحة. في منها القطيفة زي كده، وفي منها المهير، ده كله قطيفة وده اللي هو المهير تقيل. وخامة جميلة جدا جدا وتقيلة. ودي كده الجليب البيتي بيبقى عليها رسومات، وفي اللي هي السادة. تشكيلة صراحة هتعجبكم جدا جدا. منها مقاسات. دي كده بيجامة برضو حريمي، مهير في قطيفة. تبقى البلوزة مثلا قطيفة والمنطلون بتاعها مهير، بس ماركة جميلة جدا اللي هي التقيلة. اشكال كبيرة، اشكال متنوعة وكبيرة جدا. دي كده برضو قطيفة. يا رب حبايبي كده دي كده برضو قطيفة جميلة جدا، نوع القطيفة المخمل. دي كانت بحاجة و80. عاجبني قوي اللي هو المنطلون اللي هو البسوره من تحت، ما بحبش السايب لان بتبقى جميله جدا بالذات البنوته ان هي تلبسها. في اشكال بقى زي ما انتم شايفين كده كتير جدا. يا رب الفيديو حبايبي يعجبكم، وان شاء الله لو عجبكم كده ما تحرموناش من اللايك والشير والاشتراك في القناه عشان يوصل لكم كل جديد. ما تفعلش الجرس يفعله. دي كده برضو نوعيه جميله جدا من الجلاليب زي التريكو. انواع كتير متنوعة من الجلاليب البيتي النسائي. عليها اشكال زي البيجامات كده، دباديب وارانب وحاجات زي كده. دي كلها كده جلاليب برضو. الاسعار بتتراوح من حاجة و80 لحاجة و90 لحاجة و70. اللي هي دي كده جلابية بيتي. كل دي كلها جلاليب بيتي زي ما انتم شايفين اهو. ده كده برضو. دي كده ب7 من قدام و7 من ورا. دي القطيفة. وديت اللي هي خامة المولتن التقيل. برضو نفس الاسعار زي ما انا قلت لكم، في السبعينات حاجه و70 حاجه و60 حاجه و80. وفي بتوصل حاجه و90 وفي بتعدي ال100. بتختلف. في موديلات متنوعه جدا جدا. ان شاء الله تعجبكم.